بداية نرحب بكم ونشكركم على هذا اللقاء، وخاصة وأنه يخص أهلنا في الجولان المحتل. أهلنا في الجولان الثابتون في الأرض والمتمسكون بجذورهم والمتعلقون بانتمائهم، نحييهم من سوريا الوطن الأم، سوريا الجريحة التي تعاني ما تعاني من الأحداث، وهي تدخل الآن في عامها السابع. وإذا كنتم في الجولان تلملمون الجراح، وكنا دائما معكم في معاناتكم وفي صبركم وفي مواقفكم التاريخية النبيلة الشريفة، نحن الآن نعاني الأمرين ونعيش معاناتكم ومعاناتنا التي نحن في خضمها، ونشكر لكم مواقفكم التي تواصلتم بها مع أهلكم وذويكم في سوريا عامة، وفي الجبل العربي، وفي جبل العرب الأشم، وفي المناطق التي يعيشها أبناؤنا في ريف دمشق وفي الجولان وفي حضر وعرنا وغيرها من القرى التي تعاني ولكنها صامدة وواقفة وتتحدى كل الظروف التي جرتها وجاءت علينا وافدة وما عرفت بالأزمة السورية. أبناءنا في الجولان، أقول لكم ليست هي المرة الأولى التي تمر علينا فيها الأحداث الجسام، فأهلنا تاريخيا لقد عانوا من ويلات الاستعمار، من الاحتلال العثماني ومن الاحتلال الفرنسي، وعانوا من الصعوبات التي مرت في سائر العهود الوطنية وغيرها وغيرها، ولكننا بقينا ثابتين على موقفنا الوطني الصامت المرتبط بالجذور والأصالة، لأننا نحن نستمد تربيتنا التي نشأنا عليها من أهلنا من الآباء والأجداد، نستمد تربيتنا الوطنية من أصالة العروبة ومن سماحة الإسلام ومن صفاء التوحيد، ونحن ورثة آباء وأجداد علمونا في التاريخ أن نكون أبطالا مداويد، أصحاب كرامة، أبات ضيم، عياف ذل. ونحن نقول لكم من مدارس كان تدار من قبل رجال عرفوا بالتاريخ، أمثال سلطان باشا الأطرش رحمه الله، وأمثال الشيخ أبو علي الحناوي وغيرهم من الأبطال الميامين المعروفين في التاريخ. على كل حال نحن وأنتم نعيش الأيام في أشد الظروف قسوة، ولم تمر علينا وعلى أبائنا وأجدادنا كما تمر علينا الظروف الصعبة، لأنها طالت مدتها واختلط الحابل بالنابل بها،
لذلك ندعوكم إلى الألفة والمحبة، حب الوطن، المحافظة على وحدة الكلمة، على وحدة الصف، المحافظة على أخلاقنا ومعتقدنا بالإيمان الثابت وبمحبة بعضنا البعض وبالدفاع عن أنفسنا جميعا وكرامتنا. وإننا يجب أن نقول لكم نحن على ثوابت معروفة، علينا أن نتمسك بأخلاقنا وبإرثنا التاريخي وبما رسمه لنا الآباء والأجداد. نقول لكم بورك الجلاء وبورك 17 من نيسان الذي فيه تحررت الأرض العربية السورية من الاستعمار وتحقق النصر لسوريا. ونسأل الله عز وجل أن يعيد الحياة الآمنة لسوريا كما كانت عليه، والفرج قريب والنصر قريب بإذنه تعالى.